السلام عليكم. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا البسبوسة بتاعة زمان بتاعة الحلواني الدايبة المرملة. هنعملها بأسهل طريقة، وهقول لكم على شوية نصايح تطلع البسبوسة بتاعتكم أحلى من أشهر حلواني. وإذا كنتم أول مرة تشوفوني بتمنى لايك واشتراك في القناة. يلا نبدأ بالمقادير. هحتاج 500 جرام من دقيق السميد، ما يكونش حبيبات السميد ناعمة، تكون متوسطة، ونص كوباية حليب دافية، ونص كوباية سمنة سايحة، وهحتاج كوباية إلا ربع سكر هي مش موجودة دلوقتي، ومعلقتين عسل نحل أو معلقتين من الشربات أو السيرب، ومعلقتين جوز هند إذا كنتي بتحبي نكهة جوز الهند في البسبوسة أو ممكن تستغني عنها، ورشة ملح علشان تعادل الطعم. هاحتاج طبق وأضيف فيه السكر والحليب والعسل أو الشربات، وهقلب، مش هقلبهم بالمضرب علشان ما ادخلش في الخليط هوا، هقلب لحد ما احس ان كل الخليط امتزج مع بعض كويس. هاحتاج طبق وأضيف فيه دقيق السميد وجوز الهند والسمنة ورشة الملح، وهقلب كويس لحد ما اتأكد ان كل حباية سميد اتغلفت بالسمنة. الخطوة دي اديها وقتها علشان البسبوسة تطلع ناجحة معاكي ومرملة. هازوّد عليهم المكونات السايلة، وهنا أهم حاجة ما تعجنيهاش كتير علشان ما تطلعش مكتومة وما ترضاش تشرب الشربات، اخلطيها بس أول ما تحسي إن كل السوائل اتوزعت عليها بالكامل، كده خلاص وقّفي تقليب. حضّرت صينية بورقة زبدة أو مسحة سمنة، وأصُب جواها البسبوسة، وأوزّع الخليط بالراحة، والخطوة دي مهمة، بامسح صوابع بمسحة سمنة خفيفة وأساوي الوش علشان السطح يطلع ناعم وما يطلعش خِشِن، وكمان لمّا تتحمّر في الفرن تاخد لون موحّد، يكون لون دهبي حلو. وبعد كده باسيب البسبوسة ترتاح 10 دقايق، وإذا كان المطبخ بتاعِك دافي دخّليها التلاجة قبل ما تدخّليها الفرن، وبعدين بادخّلها فرن متسخّن درجة حرارته 180 في الرف اللي في النُص، هتاخد تقريبًا 25 دقيقة. وفي نفس الوقت باحضّر الشربات أو السيرب، هاحتاج كوبايتين سكر و3 كوبايات مَيّة، السيرب بتاع البسبوسة بيكون خفيف، تقريبًا مَيّة بسكر، أول ما يغلي والسكر يدوب باضيف عصرة الليمونة وأسيبها 7 دقايق على نار متوسطة، بس أهم حاجة إنه يكون خفيف، وآخر إضافة باضيفها ظرف الفانيليا. وإزاي أعرف إن البسبوسة استوت؟ بتبان من الأطراف، بتلاقيها أخدت لون دهبي وفصلت كده من عند الطرف، وأهم حاجة لما تطلع البسبوسة من الفرن يكون الشربات جاهز ودافي ومستنيها، وأصب عليها الشربات والبسبوسة تكون سخنة جدا علشان تشرب كمية الشربات كلها بسرعة مرة واحدة، وأغطيها علشان الوش ما ينشفش، وأسيبها لحد ما تبرد خالص علشان يبقى قوامها حلو. عايزة أقول لكم قد إيه هي حلوة ومرمّلة ودايبة، والسكر بتاعها مضبوط، مش مسكّرة بصورة مُبالغ فيها، وبالهنا والشفا لكل اللي هيجرّبها. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.